نورمال عيشور بدأ تشد بيت تجي لسلمن وكا عيشور. اه يعني شو عيشور بيلك منها لمن حرامة تجي لمن حرام. يعني شو نقول قطع توكا ديام بيجي بيت توكا بيكا خريدي ومطلقة دبيت وكا فلان كسك وبرداية تجي وكاوي شاو الملي خرا حرامة تجي وكاوي. من وأختي زوجتين شاو بالتجاوي ملي جرى حرامة تجي مرا حرام. من وبأبين باب من مرا حرامة تجي مرا حرام. من وملاعنتين في بيركا كو نابينا ظلام ولا ملاعنة شبيه شاو ظلام أخرى أبديا حرامة أو وكيوي بيش أنت علي وكيوي من فلا أظن تبوش تتشكيل ترتب الترمان كلمة أنا كما لأن ثلاثة الأولى أجنبية مطلقات وبلطوس أنا لا يشبهن الأمة لا يشبهن الأمة أنا أو أنا تشبيه بدينا ينكرني في التحريم مؤبد الحرام يا أبدي ده تشبيه بدينا من يعني أنا جيتي حرام تمام مؤقتا من يعني أجنبي جيتي حرام مروي معركة بجنا مرد بحلال مطلقة جميل اخواتي برداني عندي بقدم مروي معركة حلالة إذا كان مرج بمرخ بلطوزخ بنا حل من والأب أو غيره يقوكي بابي وميري بوكي ملاعنة بي أبانا إجا غير أبي كالغلام والغلام والأب أو غيره غير أبي من الرجال كالابن والغلام أباناجي ليس محلا للاستمتاع أبانا محل تمتعيني إلشكيني شو نبي كتوكا ديامني دبي توكا بابا من يشخو باب من نابل محل استمتاعيني يعني بفيها كلمة كيبوش كشك خلقي هو بود دخلنا الساقنجة شين والمن أعلنت ليس تحريمها المؤبد للمحرمية والوصلة ملاعنة حرامية ويا أبدي نجبك محرمة مربى حراما والوصلة آته والوصلة تحريمها المؤبد للمحرمية والوصلة تشيلو والوصلة ناقة والوصلة ها؟ ليس تحريمها المؤبد للمحرمية جبويكو مثلا فانا محرم مربن او كوان ابديا حراما نجبنا ويا نفسه كما جا والوصلة تشي مرب جبوي بقي جوان ذلك مؤبدا ليس للمحرمية والوصلة تمام والوصلة ونجبك أقرباتيش أنا أقرباتي تداية محرمية أقرباتي راس ويصح التعليق تعليق الزيارة الصحيح مثلا وكي كقوله فيجا إن ظهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي تجن كيوي أنا دبا عيشوت زيارة بكم تل سر من وكشتا ديام أبيا الظاهرة من الأخرى عادنا وحيشوبه وجوي زيارة كت صار مظاهرا من مفهوم ظاهر شهدية شكي زيارة يكي قربوا تعليق كيبو زيارة يكي بقى ظهر اكو مخا خطاب بيردك بالا مشكي ابا غايب راك ورا اجيكو ازوي زياري بكم تجي الشمن وكا بشتا دياوي ميري بي بشتا زياري كر ورابو بيراكر ابيا جد هم او جويتك هم جويتك ولو قال امريكي فيكو ان دخلت دار فانت علي كظهر امي وتهاري هندو
السلم ديم بي دخلت أو داخل الضريب وصار ظاهرا منها عملا بموجب التعليق. موجب التعليق بدك كتب كبير داري. أول كاتية أبوش. أول كاتيش. وإنما يصح تعليقه تعليق الزيارة أنجا الصحيحة لأنه يشبه الطلاق. زيارجي بنزل طلاقه ثم تعلق الحرمة به حرام خذ زيارة بدقرة واليمين وصونج خبه بدقرة تعلق الكفارة به. هذا سواء الطلاق جي طلاق دي الطلاق شيء بحرمة شدوة شيء نابه شدوة زيار شيء بج حرمة شدوة شيء نابه شدوة تعلق الكفارة و يمين جي كفارة بيبدك لشم وكل من الطلاق واليمين قابل للتعليق. طلاق جي قابل بالتعليق يمين يعني زيارة شخصون ده أو قابل بالتعليق. زيارة صون ولو قال إن ظهرت من فلانته أجد زيارة فلان كشي بكم فأنت علي كظهر أمي وفلانته أجنبية. أو فلانة جيب يكي غريبة على خضرة وجيب فخاطبها بظهار إن ظهرت من فلانة فأنت علي كظهر وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار لم يصل مظاهرا. خطابه بشنك رب زيارة كان هذا مظاهر. çünkü de eğer bu ziyaret falan ziyaret yüğe kese şunab. لم يصل مظاهرا من زوجته كما لانتفاء المعلق عليه شرعا معلق عليه بأجنبية كنا يعني. زيارة وكنا يقول برضه. إلا أن يريد اللفظ ودبي إن ظهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي يعني كو هيك أزوي لفظيش فلان كسر بيش. هذا قبيل بس يعني. أساس بيج معناه أذكر زيارة بكم بشتا زيارة كت لك أوابي ذيا أجك أزبويرا بكم. أويا ناي زيارة كني فيرا حتى أبيا زيارة فيرا بي. والله مشكلة بيرا بس. مال طلاقي بالسرعة أول تننا طلاقي وي حتى كل زيار بيرا شيء. تعرفين حتى كل زيارة ويتريش. راس. أما أجا غاياوي أذبي كلمة ببيجم أبى وفي كلمة ببيجت بس. إلى أن يريد اللفظ أي إن تلفظ بالزيار منها أجا أذبي كلمة ببيجن كرا ببيجم فيصير مظاهرا سر من وقت اشتاد ديام بي وببيجن كرا فيصير مظاهرا من زوجته كما لوجود المعلق عليه كلمة واحدة. كلمة هي. فقط فلو نكحها وظهرا رابو بيجنك نكحك وجي زيارك صار مظاهرا من زوجته تلك لوجود المعلق عليه. إجا هو فلو نكحها ويجنك نكحك وظهر منها جويجن كزيارة كر صار مظاهرا هو مظاهر من زوجته تلك شنكافي كم جيب مظاهر لوجود المعلق عليه ما معلق عليه يعني بشتكو بيك وطنية بيجا هيك شبه قاعد كه تمام عندنا سب قادم بيجا هو الإنسان أنا هاربين شو أنا بيجي تلفون بنايك من دقيقة كلام كسينا
oldu. بله ولو قال إن ظهرت من فلانة الأجنبي من فلانة الأجنبية تمام فلان جنكا غريب أجوي زيارة بكم فأنت علي كظهر أمي أبيجي فكذلك. مقصود به لفظ بده به ومقصود به نه لفظ به ناقص زیار. والله مشكلة بوي جنكي ببنابش مي زيارة جن. تمام. أي عبارة بيني. بله. أي إن خاطبها بالظهار قبل أن ينكحها. إن خاطبها تمام. قبل أن خاطبها بالزيارة قبل أن ينكحها لم يصل ظاهرا من زوجته إلا أن يريد اللفظ أو بعد نكاحها بعد نكاحها ظاهر صار مظاهر. تمام. وقيل لا يصير مظاهر. وإن نكحها وظاهر وإن نكحها وظاهر من أجل زيارة جبكة لأنها ليست بأجنبية حين الزيارة. فلم يوجد المعلق عليه. شو؟ لأن وده أجج فلان كسا أجنبية زيارة بك. كي وقتكم بجنا بيجي زيارة بك ويقابلنا أجنبية. يجب جنكا أجنبي. فلان جنكا أجنبي. إن زيارة فلم يوجد أو وصية جدا. لأن ليست بأجنبية حين الزهار. وقتك أنا وقتك قلت فلان جنكا أجنبي كزيارة بكم. وقت يوم بي. باشه رابوی جنی که مارکو اوجوی جنی که زیاره کر اویا گوته نای بردن چونکه گوته وی جن کا اجنبی ایوی آنا نه اجنبی يا ما في حين الزهارين أجنبية لأنها ليست بأجنبية حين وقت زيارة جناق يعول كريه أنا لأنها ليست بأجنبية حين الزيارة حين الزيارة لا أجنبي أنا يعني زيارة جدها هذا مسألة فلم يوجد المعلق عليه وتي أجنبي ويا أجنبي أنا أجنبي وأنا قريكم ودفع بأن ذكر الأجنبية في المعلق عليه ودفع بأنني ودفع هذا بأن ذكر الأجنبية هذا هذه قولي قيلي مدفوعة يعني تدفع كرني بشيء لأن ذكر الأجنبية في المعلق عليه للتعريف لا للاشتراك. يقول تعريف رايه. يعني لدى الناس كرن كفار بيدك أجنبيا نكون معنا. بيج نكاني كأجي زيارة بكم مستجوات زيارة. وقتك مثلا. نقول شرط أجنبيتيه. بيجي أنا بلان نبي. راس تمام شيء مو. ولو قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية أو كيف خطابنا بيجا ضميري بيجا إشارة بضميري يعني إشارة بضميري عين زمان إجا قيد جدك إن ظاهرت منها وهي أجنبية بقى فأنت علي كظهر أمي فخاطبها بضيار قبل النكاح وبعده. تمام. خطاب وجن كيكر بزيارة دبري نكاح يا بشي نكاح ده فلا أي لا يكون مظاهرا من زوجته كما لاستحالة اجتماع ما علق به زيارة من زيارة فلانات حال كونها أجنبية. ما قالك وأجنبية أجنبية شو زيارة شنو بله. لكن متقرأت دقيقة دو جاي بيجم. تمام أجنبية تمام ناس يدرجنك. لا إن ظهرت منها وهي أجنبية فأنت علي كظهر أمي. أجا أواب بيجش بدك أخرى. أجا أجويج نكاح زيارة بكم دحالك وأوجي أجنبي به وهي أجنبية. تو وكي بشتا ديام بي فخاطبها بزيار قبل النكاح وبعد إذا بويج نكاح أجنبي بري نكاح يا بشتي كوي نكاح كر إذا خطابة قلت وكي بشتا ديام بي هذيا كوش تشتكوش بيدك أغرى قلت الحقيقة بيدك إذا فلغوا أي لا يكون ظاهرا من زوجته كما
لاستحالة اجتماع ما علق به ظهارها من زيارة فلانة حال كونها أجنبية. يعني هم أجنبي بو هم أجنبي وهم زيارة فيها بالية بوي بابا نابه. كما أو زيارة بيتشي نابه حتى بأجنبي به. يعني حتى أجنبي بس زيارة بيتشي نابه. أجا معلق عليكم بجناوي وزيارة جيبك هي زيارة جيبك. أو شيء أجنبي لنا أو شيء أجنبي لنا. وقيل يحمل على التلفظ بلفظ الزهار فيجامع الأجنبية. أو إجا مقصود باللفظة مقصود باللفظة. أو يكون مقصود بفي لفظي أو خبر دم تجمن أوابي يقابي دبا قيل الجوري قيل دبا. ماني ولو قال أنت طالق كظهر أمي. أنت طالق كظهر أمي ولم ينوي به شيئا. يعني كظهر أمي نيتا تشتكي فيها نايبو يعني نيتا تشتكي فيها تنبه. أو نوى به الطلاق يا أو الزهارة أو هما أو الزهارة بأنت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار. دي عول أنت طالق هنا طلاق شيء بو زيار ده شيء نامك. طلاق شيء بو أنت زيار شيء نامك. زيار شيء نامك. أما طبعا طلاق شيء أجيك أمه يعني طلاق باينة بتشينا طلاق رجع بتشين بتك. ولو قال أنت طالق كظهر أمي أجيب اشتر ديامن. ولم ينوي به. زيارة دارات بوي برد ولم ينوي به شيء نيتا تشتكي بين ناقو يعني نيتا تشكينين ما موصل ضد بيكو أو نوى به بكظهر أمي الطلاق ويأخذ أو الزهارة أو هما هم طلاق وهم زهارة أو الزهارة بأنت طالق والطلاق بكظهر أمي ترسنة بيجي طلقت ولا زهارة. أما وقوع الطلاق فلإتيانه بصريح لفظه أنت طالق. وأما انتفاء الزهار في الأولين نوى به الطلاق أو الزهارة. ثم الزهار تنية فلعدم استقلال لفظه مع عدم نيته أولا لم ينوي. وأما الباقي أو نوى الطلاق أو الزهارة أو الزهارة أو إذ في الباقي فلأنه لم ينويه بلفظه. ليتا زهار بلفظ زهار نانيا لفظ زهار نانيا الطلاق يعني. ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكس لفظ الزهار لا ينصرف إلى الطلاق كما تقدم في الطلاق. أو الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي عبارة قريب خيني طلقت وحصل الزهار. بأنت طالق ليتوي الطلاق وأنت علي كظهر أمي جي زهارة طلقت وحصل الزهار. طلقت وحصل الزهار يعني هم تبردن هم الزهار الشربة إن كان الطلاق رجعية أو جي شرطي إن كان الطلاق رجعة. أبكو تبي أنت طالقون طلاق رجعي بقى يعني اللي بدري تشكينا ده. أو شغلتي بردن والزيار الشربة. الزيار الشربة شوفي الرجعي على كل الحال زوجت. وقامت نيته بالباقي مقام أن يقول فيه نيته يأخذ بك ظهر أمي وكيف بيجا أنت.
مقام أن يقول فيه أنت. فإن كان الطلاق باينا فلا ظهار. يعني قلتنا ويتشيا أزام تشتي كده بيجا كتب أنت طالق إيه نقول يعني بيشي نقول شيء وأنت طالق نقول في باري أو أنت طالق كظهر يمي. أخونا يباري صانينا سلامتك يباري الشرعي بري الشرع عبارة مثلا نوبة هذا دخل ما نقول ويتعقيد كذي نقيك عبارة أنت طالق كظهر أمي. يدرك إن كانت رجعيتان أو الطلاق ولو قال أنت أنت طالق كظهر ولم أمي. ينوي أو نوى الطلاق نوى الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي كظهر أمي كتبشة طلقت وحصل الظهار ماني إن كانت طلاق رجعيتين أنا طلاق رجعتين وقام نيته بالباقي بين يتوجك ظهار به علي كظهر أمي مقام أن يقول في أنت كعلى ظهر أمي. يعني بدأ أن تتنى أنت وكيف أن تجي يتيه. فإن كان الطلاق باينا أجي وقت كتب أنت طالقون يعني بلالي طلاق ويا شيء طلاق به تبا باينة ويقال فلا زيارتني بس بس أصابكم الله خيرا كثيرا عندك ما قلنا ما بس